سلام البنات، واش راكم؟ ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. جيتكم اليوم بوصفه وصفه الكوكا بزاف هايله بدون زبده التوريق وبدون مايزينا. الوصفه هذه تجي بنينه وخفيفه وهايله، جربوها البنات. ما تندموش. هنا البنات عندنا نروحوا كيفيه التحضير. عندنا كاس تاع حليب دافي، عندنا نص كاس زيت، عندنا بياض بيضه، والصفار نخليوه ندهنو به الكوكا تاعنا من الفوق. هنا البنات عندي بياض البيض، تحركوا المقادير مليح. بعدها هنايا عندي مغرف صغيرة تاع خميرة تاع الحلويات، خميرة الحلويات. وهنا البنات تلوحوا الفرينة تاعكم حتى تتلم العجين، وما تنساوش الملح. كيما راكم تشوفوا البنات لوحوا الفرينة بشوية وشوفوا العجينة، ما تديروهاش يابسة نورمال وما تخليوهاش جارية كيما راكم تشوفوا البنات. يعني وصفة هذه بزاف هايلة، ما تعجنيش وبلا زبدة التوريق. حاولوا الفرينة برك لوحوها تدريجيا يعني بشوية حتى تتلم لكم العجينة. كيما راكم تشوفوا البنات انا عجنتها شوية كيما راكم تشوفوا. البنات ديروها كوريات، 4 كوريات. خليهم يرتاحوا 10 دقائق. بعد ما يرتاحوا 10 دقائق البنات، هنا البنات كيما راكم تشوفوا بعد ما فاتت 10 دقائق ديروا شوي فرينة. حاولوا جيبوا الكورية الأولى حلوها، بعدها زيدوا حلو الثانية، ديروا بيناتهم زبدة ولا ماغارين اللي عندكم كيما راكم تشوفوا. احنا درنا 4، زوج الفوق زوج لتحت كيما راكم تشوفوا البنات. بعد ما حلينا الاولى هنا البنات ديروا شوي ذوبوا شوي زبدة ولا ماغارين اللي عندكم. ما راكم تشوفوا البنات لهو عليها العجينة اللي حليتوها الاولى هذه طبقوها كيما راكم تشوفوا. طبقوها ديروها في كيس بلاستيكي، لوحوها في المجمد يا ربي 3 دقائق 4 دقائق حتى تحكم روحها. الزبدة هذيك تيبس كيما راكم تشوفوا هنايا. حلوها بالحلال. هنا البنات جبنا بلاطو تاعنا ولا وش عندكم اي، انا ما عنديش درت هذا. دهنوه بالزبدة ولوحوا عليه العجين كما راكم تشوفوا. عدلوها مليح. انا حشيتها بلاصوص طوماط وفرماج فرات تومة. حبيتو ديروا شكشوكة اي حاجة حشيوها باي حشو. هنا البنات درت لاصوص تاعي. ديروا عليه الفرماج اللي عندكم. انا درت هذا تاع الساندويتش كيما راكم تشوفوا البنات. هنا بعدها زيدوا حلوا الثانية هذه اللي درناها ولوحوها فوق لاصوص طوماط هذيك. اعدلوا الأطراف ولوحوها. ديروا عليها صفار البيض وشوية ياغورت طبيعية ولا حليب. ادهنوا السطح تاع العجينة
وديروا يا حبيتوا ديروا زيتون ولا فلفل. انا درت فلفل حق، مكاش عندي زيتون كما راكم تشوفوا. دخلوها الفرن على 180 درجة. كي طيب نص طياب جبدوها اقسموها كما راكم تشوفوا. هذه البنات بعد ما طابت شعلوا عليها من الفوق، خليوها تتحمر. انا حمرتها شوي بزاف كما راكم تشوفوا البنات. نقولكم شهيتكم في الجنة، والوصفة هذه بزاف هايلة، جربوها يا البنات والله تجي بنينة عسل. نقولكم البنات ما تنساوش تدعموني باشتراك وتفعلوا الجرس وجيم وكومنتار. باي، فيديو قادم ان شاء الله.